السلام عليكم. عليكم السلام. بس ابني سابني هون وساب لي هالرسالة، أعطاني فلوس وساب لي هالرسالة، بس بدي أفهم شو فيها. طوف وحنون وعمرك ما تدري من شيء وأنت سمعني الله يرضى عليك. قدرك كن طوال عمري الأب البار المطيع عشان أرضيك، ولكن الزواج مثل ما بتعرف بداية جديدة والدنيا صارت غالية، وضعي كتير صعب ويا دوب أقدر أعيش حالي وأعيش عمر. يا بابا أنت تردد كثير قبل ما تفيد الرسالة، وبدي إياك تعرف أن كل شيء. الضحية لما وصل للكلام القاسي في الرسالة وقف قراية عشان ما يجرح مشاعر الشيخ. اختار بينك وبين أنه خلاص قاعد يقول لك انه يحبك ويموت فيك وانك غالي عليه وانك عسل وانه بيطيعك وانه بيحط لك تاج على راسه. شو اللي تبي؟ شو اللي تبي انت؟ والله يا ابني امرني. ما يؤمر عليك ظالم، علمت ودرست وتخرج واشتغل من طيبك والله. الله يرضى عليك. الحين ما بعرف بقول له طيب شو في هالرسالة؟ ما فيش عندي لا 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 لا، هو قال لي خلي حد يقرأ لك اياها. هو قاعد يقول لك انه يحبك وانك عزيز وانك ربيته وبيقول لك ما قصرت فيه ويكثر الله خيرك الله يرضى عليك. وانه قال انك انت تاج راسه. يجزيك كل خير. امين ويرحم والديك. اخدمك خدامك. بس تحكي معنا اتصل فيه ما رضي. ابشر احكي معاه. ابشر احكي. هاي تليفون اعطني على خشم. قول له شو اللي بدك اياه. ابشر لا ابشر فديتك. تعال اقعد. تعال هالفايق. الله يرضى عليك. الله يطول في عمرك. بسم الله. الله يعطيك الصحة والعافية. بسم الله. الله يعطيك الصحة. ما شاء الله. تعال هنا قاعد من الشمس. لا والله قاعد. خلاص هيك بعيد. الله يرضى عليك يا ابني. الله يحفظك. بس شوف شو اللي عايزه. ابشر ما يصير خاطرك الا طيب. لا تشيل همك. ابشر ولا تشيل هم. الله يكرمك. انا ابنك ترى. الله يرضى عليك. انا باخذك واحط التاج على راسي. الله يرضى عليك. الله يعطيك الصحة انا والعافية. بخدمك طول عمري. الله يعطيك الصحة والعافية. شو اسمه؟ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا اخوي محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ عساك طيب؟ ماشي الحال، تفضل. الله يرحم والديك. يا اخي العزيز، حصلت هني الوالد، بس شكلك غلطان ناسي او شيء وتلهيت في السوق عنه، بس قاعد ينطرك يعني وتارك وياه رسالة كاتب له انك تحبه وتعزه وتغليه، وانه ما قصر في تربيتك، وانه ياما ايش كثر اخذك ورباك وسنعك ودرسك وكان يسهر عليك ويعني وضيع عمره وحياته عشان يكبرك وتصير ريال. انا ترك الرسالة؟ اي نعم. والله شوف يعني بصراحة انت حكيت الكلام اللي تقريبا يعني ممكن يكون بقلبي، بس الواقع بيقول غير هيك شغلات يعني بصراحة. لا اخوي محمد، انت انسان طيب وانسان الله يرحم والديك، من صوتك تبان ابن حلال وابن تربية عدلة، ابوك ما شاء الله يجزاه خير، يعني في اشد ظروفه قاعد يدعي لك بالخير والصحة والسلامة. شوف يعني انا بحكي لك شيء، بس يعني انا ما بقدر اقول له هالكلام وجها لوجه يعني، فمنشان هيك اعطيته رسالة واعطيته مبلغ بكفيه ل 10 15 يوم يدبر حاله. يا رجل والله العظيم اترك المبلغ واترك كل شيء، انا بعطيك اللي يعيشك عمرك كامل، بس ما يصير تسوي هاي الحركات. ترى يعني هو يحبك ويعزك وقاعد يدعي لك بالخير. شنو هاي الرسالة؟ والله العظيم لو تعطي فلوس الدنيا كلها ما تسوى، فاهم؟ لو تعطي فلوس الدنيا كلها ما تسوى يوم قعد وياه. ترى هذولا باب من ابواب الجنة، هذولا السعادة، هذولا الخير، هذولا اللي الله رضاهم في الدنيا مقرون بهم. شنو تقول لي رسالة و15؟ انا تعال بعطيك اللي تبيه، بس اجبر بخاطره، ما يصير يعني تكلمني هاي الكلام بعد. انت ترى ريال وكبير وعندك عيال. المشكلة انت يعني مش فاهمني اخوي العزيز، يعني انا عندي مرتي بالبيت والله بتحكي لي ما مش قادرين نعيش انا وهي بسلام يعني بصراحة بسبب يا اخي العزيز انا باخذها وانا متكفل فيه، اكله وشربه وعلاجه ودواء وكل شيء، انا باصير خدامه هو فقط. بس انت تجبر بخاطره فقط، يعني ما نبي منك اكثر من هذا الشيء. طيب انت بدك تخليه عندك؟ انا بخليه على راسي، والحين باخذه، والحين بس افرش له احلى بيت، واوديه مكان يختار العفش الليبي والاثاث الليبي، انا باصير خدامه ودريوله. اذا انت يعني للدرجه هاي بتصير يعني اذا انت بدك
لك اياه لا تفضل، حول بس انا ولا بدي قوة. توصل له رساله. الحين توكل على الله يا غالي. بس انا بدي رساله واحده توصلها له بصراحه. تفضل. يعني يعني من الآن فصاعدا مثل ما بما بيقولوا، يعني احكي له أنت أزعجت ابنك كثير بالحياة وتعبته. والله ما بيقدر يعيش يعني والله معك. بقول لك شيء، انا قاعد يقول لي محمد، يقول لي انه يحبك وانك عزيز علي وان الشيطان وزع وان مهما فعلت ومهما صار هو بس عن نزوة شيطان، وانا باخذك وهو بيجيك لين عندي، وقالوا بيطرحك تاج على راسه. لا، أرجوك ما تكذب. حبيب رجاء. والله